متخيلين يا جماعة انه هذا هو ملعب بي اس جي وهذا هو ملعب باريس اف سي وبيفصل بينهم شارع واحد بس. مبدئيا يا جماعة حتى نعرف سبب قرب هالناديين عن بعض كان لازم اني اسافر من هولندا على فرنسا، رحلة دامت اكثر من 5 ساعات. صراحة يا جماعة المعلومات اللي راح احكيها باخر المقطع مو طبيعية. بسم الله، اصبحنا واصبح الملك لله. رايحين يا جماعة على ملعب باريس سان جيرمان. اخوي شو معنوياتك وانت رايح على ملعب باريس؟ والله زريطي. توكلنا على الله يا جماعة. الطريق يا جماعة صراحة كان شوي متعب، فاذا بتشوفوني بستاهل اعملوا فولو، ما ضل شي بنوصل 300,000. وقفنا نعبي بنزين وراح فوت على الحمام ونكمل يا جماعة. واذا وصلنا 300,000 خلال شهر واحد راح اسافر على ملعب باريس وحاول اقابل لاعب باريس دوي، وانا دائما قد التحدي. مثل ما لكم شايفين ملعبين جنب بعض، هاي ملعب باريس اف سي يا جماعة وهذا ملعب باريس سان جيرمان. والشي الصادم يلي اكتشفته واللي هو انه ملعب باريس اف سي اجمل من ملعب بي اس جي بمراحل يا جماعة، وانتم اكيد فيكم تلاحظوا هذا الشيء. طب هذا ملعب بي اس جي مثل ما لكم شايفين، اليوم في مباراة عم يجهزوا تيفو، وهذا ملعب باريس اف سي، فيعني حرفيا يا جماعة جدا متقاربين، يعني بينهم شارع، فاذا في ديربي هزلت. كلاسينو. شو في كلاسينو اليوم. ولا تنسوا يا جماعة تعملوا فولو مشان نوصل 300,000 ونقابل دوي.